السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة بقى معانا وصفة كده جميلة كل ولادنا بيحبوها، وهي الكب كيك. هنعمل كمية كبيرة جدا ببيضاية واحدة، هش وجميل وان شاء الله يعجبكم. هنجيب كده الخلاط وهنجيب بيضاية. بنقدر برضو نعملها بالمضرب اليدوي عادي، ما فيهاش اي مشكلة. على البيضاية ديت هنحط فانيليا، هنحط كمان معانا كده نص كوباية من السكر. الأول هنحط معلقة خل على البضاية عشان الزفارة، وهنحط كمان نص كوباية من السكر، نص كوباية من الزيت، ممكن تبقى ربع كوباية عادي مفيهاش مشكلة. معانا كمان كوباية من اللبن، وهنبدأ نضرب كل الخليط ده مع بعضه كده في الخلاط. الزيت يا جماعة كمية يعني عادي، ممكن من نص كوباية لربع كوباية مفيهاش أي مشكلة. هنبدأ نضرب كويس لحد ما نتأكد ان السكر داب مع الخليط كله اهو بالشكل ده. هجهز بقى كده معايا كوباية وربع من الدقيق، انا نخلتهم. كمان هنخل عليهم كده معلقتين من النشا. النشا بيدي هشاشة حلوة جدا في الكيك يا جماعة. كمان جبت معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبرضه هنخلهم كده. هجيب كمان رشة من الملح، وهبدأ اني اخلطهم كده مع بعض. اتأكد بس ان كل الخليط داخل مع بعضه. هنزل بقى بالخليط السائل، وهبدأ اني اخلط كويس. انا نزلت كده ببقية الخليط السائل كله على الكيك، وهبدأ اني انعمه بقى. انا مش عايزة اي كتل، يعني القوام بتاعه خفيف وحلو. انا ده غير الكيك العادي بيكون خفيف. هنزل بقى بالخليط ده يا جماعة في شفشق الخلاط كده، علشان اعرف انزل في الكبات من غير ما بهدل يعني. اهو بالشكل ده جبت بقى الكبات، وهنزل بقى كده بتلتين بتاع الكب كده، تلتين وكده او نصه. لو مش عايزينه عالي قوي ممكن يبقى نصه كويس. عملت كل الكمية ديت 12 اهم يا جماعة، ودول كمان اهم. ده كان قالب سيليكون انا كنت جايباه معاكم ووريتهولكم اهو. جبت بقى بقية كنت سايبة بس معلقتين كده من الخليط في البولة. هنزل بس بمعلقتين من الكاكاو الخام صغيرين، وهحط بس معلقة لبن او معلقتين لبن في شفشق الخلاط كده مكان الكيك. وهبدأ اني اخلط الكاكاو كويس معاهم علشان اشكل بيه في الاخر اهو. احطه بقى في كيس تلاجة، وهرجع بقى ازين بيه. تقدروا تعملوا الخطوة ديت او تستغنوا عنها عادي، يعني دي حاجة بتاعتكم انتوا، ولكن هي بتدي شكل حلو في الاخر. زينوا بقى بالطريقة اللي تعجبكم. ممكن بقى نخلي ولادنا يشاركوا في الخطوة ديت. في الوقت ده انا طبعا بكون مسخنة الفرن كويس جدا، ولما بخلص بدخل الكيك في الفرن لمدة تلت ساعة، وبعدين اختبره يا جماعة على درجة حرارة 180 زي ما احنا عارفين تسوية الكيك العادي. وانا زينت بقى بالشكل ده. جبت خلة بقى، وهبدأ اني ادخل كده الالوان مع بعضها. تعملوا اللي انتوا عايزينه طبعا. اهو بالشكل ده. هدخلهم بقى لمدة تلت ساعة، لمدة تلت ساعة زي ما قلت لكم، وهرجع اوريهولكم بعد التسوية. وده كان شكله يا جماعة اهو، ما شاء الله كمية حلوة جدا وببيضاية واحدة. بتمنى ان شاء الله يعجبكم بإذن الله.
هش وخفيف. وفي الاخر برضو هوريكم، هفتح لكم كده واحدة وهتشوفوا من جوه. انا كده حطيتهم كده في طبق. ده بقية الخليط الشوكولاتة اللي اتبقى انا حطيته في واحدة برضو. شايفين ازاي طري وجميل اهو. نفتح مع بعض كده واحدة. شايفين بقى من جوه ازاي حلو وجميل وهش. بتمنى يعجبكم ان شاء الله. حمزة بقى كان مستنيني علشان ياخد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.